N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. والو انا نعرف هذا الشيء كيفاش يصرى، نعرف كيفاش هذيك لا ديكومبريسيون، نعرف لا بريسيون. ان شاء الله محضرين رواحنا باش نديروا مباراه تليق بسمعتنا وبسمعه فريقنا، محضرين الفريق. كما تحدث عبد الحق بن شيخة عن قراره بإجراء تربص مغلق قبل هذا النهائي. اليوم نفرحوا، غدوه نغلق عليهم كل شيء، غدوه نخرجوا من لافيل، نخرجوا من المدينه، نخرجوا من الاجواء تعرفوا الاجواء عندنا كيفاش العائليه وصحابنا، ونتمناو صحابنا وصحاب اللاعبين وعائلاتنا يعطيونا اتساع هاد 3 ايام، يخطيونا باش نخدموا في عقلنا، باش نوجدوا لك الناس تفرح قبل الماتش، وانا مانيش بغي غير يصرى هذا الشيء. هذا هو، هذه هي لو ميساج ديجا جاز عند اللاعبين، وغدوه ناكدوا يعني غدوه ناكد باللي ندخلوا في لابيل ديالنا، ندخلوا نخدموا مع بعضنا، نبريباريو ونفرحوا مع شعبنا ان شاء الله. اذا حب الله ان شاء الله نفرحوا مع شعبنا، وتعبنا هذا الشيء ما يروحش سودا. هذا هو كلام منطقي بن شيخ من المدرب عبد الحق بن شيخة، قال إن اللقب لم يحسم بعد، وكذلك وجه يعني طلب لعائلات واصدقاء اللاعبين حتى يعني يتركوا اللاعبين براحتهم هذه 3 أيام. هذا كلام صواب. هذا هو اللي يتكلم واحد اللي حياته في الفوتبول، يعرف هذا الشيء هذايا. ولهذا 3 جور او كونترير سا نومبيش با لي جوار بتليفون يعيط لي معاه، لا يعيط لواحد ولا مزوج يعيط لزوجته، هادو سا نومبيش با يقصروا 5 مينوت. مي هي هذيك لا فوق تاع لي سيبورتور اللي يجيو ويبداو كل واحد واش يحكي لك، وانت تعيا خاطرش فات لي يجيك واحد 2 10 يهضروا معك، سي فاتيغون بالك تقول او يهضر برك، سي فاتيغون بور لو مورال اي تو. دونك لي زيزولي في سيدي موسى راح يريحهم ويخليهم بلوس دو كونسونطراسيون المقابله كو يكونوا مع البيبليك مليح. كي يصفر لاربيت وديت الكاس ملتم ديجا تكون سير اونفايسمون تيران، تكون الفرحه وفي الحومات في ديكارتي مع صحابك ودا دير لافيت. سا سي حنا اللي هم هذا كاع علاش هو يدير هذا، باش يخلي اللاعبين بلي بري بور لو ماتش. باسكو دوكا كاين مقابله ما تهضرش على لالي، مع كاين ماتش اللي يربح هو اللي يجوز، انساه لالي دو 1. كاين مقابله 90 دقيقه، ما نتمناوش تكون تروح بلوس، مي 90 دقيقه اللاعبين لازم يجيبوا لا فيكتوار هاديه، والدنيا كاع من بعد تفرح. لو ريست كل واحد واش يقول. هذيك كيما راك تقول انت، ممكن سمعتها من عند شي ناس على كل حال سون ليبر دو دير سكيل فول، ولكن كلام تاع واحد اللي دار حياته في الفوتبول اللي هو بن شيخة على بالو بلي هادي سي جوست، والناس اللي تتبعوا تفهم بلي هذا سي جوست. ميلود، لعبت نهائيات قارية، لعبت نهائيات كأس الجمهورية، مباريات مصيرية حسمتوا فيها اللقب مع وفاق سطيف، مع اتحاد العاصمة، شباب بالوزداد، جمعية شلف، يعني لعبت مباريات كبيرة. كيف يتم التحضير من الجانب النفسي لهذا النوع من النهائيات؟ هاني قلت لك الأخ رضوان، مقابلة نهائية عندها خصوصيات. اللاعب لازم يفوت على الضغط كما قال لك شيخ علي، بالك عندك الحاجه يماك ولا الزوجه تاعك، بالك اللي تتصل بها تطمن عليهم ولا كذا، ولكن لازم تعيش المقابله، لانك في المقابله يوم المقابله لازم تكون واجد 100%. عندك نهائي لازم تكون واجد، ما يخفالكش احنا تحب ولا تكره شيخ علي، احنا في الجزائر صديق تاعك بالك لافي دو ماتش ولا لو جور دو ماتش عيط لك كاش انفيتاسيون، كاش تيكي، كاش كذا. دوك رضوان تحب ولا تكره، احنا ما عندناش ثقافه تاع جوار او يلعب لازم صاحبي ولا خويا نخليه طونكيل الاز. وهذا الامر حدث قبل نهائي الشامبيون. فوالا دوك هنايا رحم بابك، دوك لي زانفيتاسيون مازال يحكي عليه جوار راح يلعب ماتش قبل ما يلعبوا نهائي الشان كانوا يتحدثوا على التذاكر. ما يخليكش في الشان الناس ديكلاري في الشان يديروا بالك دي ستوري على الاخر. عندك مقابله لازم تتحضرها، كاين ناس موراك ماشي ناس، كاين يعني الجزائر كامل يعني اللي راهي مهتمه بالكاس هذه، ماشي اتحاد العاصمه فقط. نظن باللي اللاعب لازم يكون لازم يحضر روحه كما يلزم الحال باش نهار الماتش يكون يعني في المستوى المطلوب. بعد المقابله عندك الحق تفرح، عندك الحق دير واش حبيت. الايام
القليلة التي سبقت نهائي كأس العرب، كيفاش عشتوها مالو؟ والله ما يخفالكش احنا خرجنا من الفوز يعني بالكاس ضد مولودية الجزائر، وقت تعرف الديربي بين الاتحاد والمولودية كانت هذيك الفرحه كبيره بزاف. ما يخفالكش بالك فريق الاتحاد ما فازش على المولودية، كنتوا معك ورباس في النهائي مده 50 عام الشيخ علي. دونك الفرحه كانت كبيره بزاف. صح لاعبين تالمو كي يكون عندك لاعبين عندهم خبره ومالفين يلعبوا النهائيات والدنيا، تفهمنا باللي عندنا مقابله واحده اخرى ما لازمش نضيعوها. دونك لي جوار فهموا ودخلنا يعني مع الاخر، كنا محضرين كما يلزم الحال، ادينا مقابله في القمه والحمد لله. نعم. وكذلك سيناريو عمر نهائي رابطة أبطال إفريقيا بين اتحاد الجزائر وتيبي مازامبي في الأذهان موسم 2015. الاتحاد ضيع اللقب مع تيبي مازامبي وهو يتمنى تفاديه هذا الموسم. بالضبط، ذكرى 2015 ما زال في الاذهان، وكاين يعني حتى بعض اللاعبين ممكن 2 أو 3 لعبوا النهائيه 2015. كاين فقط مزيان نعم، وفزموش في الحاليه زيماموش. انا نظن ان كما قال اخ ميلود يعني صراحه لابد هذا الامر ياخذوه بعين الاعتبار، لان شفنا عده سيناريوهات وماناش متمنين تكون اكيد، ولكن انا نظن افضل قرار لتفادوا هذا النوع من السيناريوهات هو كل ما قام به الطاقم الفني الان، خاصه من جانب الاعلامي. يعني حتى من جانب الاعلامي ما فيهش حوارات صحفيه او يعني خلاو اللاعبين دون لا بول كما قال عبد الحق بن شيخه. وانا نظن كل شيء راح يكون بعد النهائي، هكذاك لا ديكومبريسيون حتى تكون في اجواء فرحه افضل من انك الان تفرح قبل ما تلعب النهائي. نعم. وقبيله تكلمت انت تكلمنا او يشفى مليح واش راني نتكلم. لا تكلمنا على الملعب. نعم. سان جوي او نيلسون مانديلا. نعم. احنا قلنا الاحسن سان جوي لان لي روبار اي تو اي ميم لا بولوز لي ديفيرونت. لا بولوز تاع برقي دو طابي، وهذه شويه فهمني، وهذا لي لادفيرسار اللي بوكو بلوس تكنيك يحب يلعب سو لو جو كوليكتيف. وداير يزون بيان في دو شوازير على حسابي سان جوي. اسمح لي سنتحدث عن هذه النقطه. جوست كلمه هذه تكلمت تاع على النهائي 2015 قال ذاك علي بن شيخ لو تتذكر عندها ايام نزل معنا حسين العرفي كان من لاعبي اتحاد العاصمه في 2015. قال لك الاداره هي من حتمت على اللاعبين مع الطاقم الفني باللعب في عمر حمادي. هما كانوا لاعبين كانوا يفضلوا يلعبوا في ملعب 5 جويليه في هذاك الوقت. اسمح لي رضوان بصح منتصفين اللاعب اللي خير ولا الاداره اللي تخير؟ خلاص هذا امر يحير على بالك رضوان. امر يحير يعطيك الصحه. انا نظن الفضل يعود للمدرب واللاعبين. سيرتو اللاعبين. احنا هما لي زاكتور تاع نهار الماتش، سي با الاداره عندك امر تقوم به. صح الجوار هو اللي يشوازي وين يلعب. دونك الشيخ علي يعرف يلعب بالفوتبول، هذه لك طرام هو اللي خير تيران اللي يساعدو. كيفاش الاداره تخير لي تيران اللي يلعب فيه؟ غلطه. هذه غلطه كبيره من اللاعبين ومن المدرب الفريق اللي كان انا دار. معليش عمر مادام رانا نتحدثوا على هذا الموضوع، موضوع اللعب في ملعب 5 جويلية، رئيس الفريق عراب كان قد كشف ان الكاف عرضت على اداره الاتحاد اللعب في ملعب نيلسون مانديلا ببراغي، لكن اداره الاتحاد رفضت واصرت على الاستقبال ب5 جويلية. Et ça se déroule le 5 juillet. Parce qu'ils ont voulu à un certain moment nous coller le... comment dirais-je Beaulieu. Beaulieu. Barraqi. Barraqi. Et on a insisté qu'on a joué au 5 juillet. Voilà. Oui. Au départ قالوا لنا برقي. برقي. علاش حنا خيرنا 5 juillet. Et parce que c'est notre stade. On a l'habitude, on a nos repères. Et il est aussi grand le stade du 5 juillet. Et le problème اللي كان يجي سي البروبليم دي سوبورتر باش يروحوا للبراقي. على بالك ما تجيش تروح بالكروسه تاعك، يا با دو ستاسيونمون.
لازم تروح لاسابليت ولا باش تاخذ البيس وما يكفيش وما يكفيش. Voilà, donc on a choisi le 5 juillet qui est notre stade. Voilà, on est domicilié de toutes les façons. Voilà. اللي اش بنقول لهم ان شاء الله لا كوب اللي با لوان هاي جايه يقعدوا برك من تحديد كما تقول لونيتي سي لونيون. فوالا. عمر رئيس اتحاد العاصمة تحدث عن رفض ملعب براقي، تحدث كذلك عن المشكل اللي راهم يلقاوه أنصار مختلف الأندية والمنتخب الوطني في التنقل إلى براقي والصعوبات التي يجدونها في ولوج هذا الملعب. بالضبط، والاتحاد الافريقي ممكن كان فضل نيلسون مانديلا من اجل جانب تسويقي اكثر، تسويق صوره ايجابيه عن المنافسه حتى يكون فيه ممكن سبونسر في المواسم القادمه، ولكن اداره الاتحاد وخاصه بالتشاور مع اللاعبين والطاقم الفني لانه هما كما قال لي زاكتور في التيرا. انا نظن ان افضل قرار لان اتحاد العاصمه في ملعب 5 جويلية فاز بكل لقاءاته ولعب ايضا عنده دي ريبير في ملعب 5 جويلية. اما فيما يخص سؤالك حول ملعب نيلسون مانديلا، انا نظن ان الجمهور الجزائري لم يتعود على التنقل في حافله، لان في كل ملاعب اوروبيه ما نتنقلوش بسيارتنا للملعب، ولكن لابد ان التنظيم على مستوى ملعب براقي يكون في مستوى ايضا المناصر، لان حتى الدخول ليس سهل. يعني انا نظن هذا المشكل براقي لو ما يتمش يعني وضع شركه خاصه من اجل تسيير وفق معايير عالميه، كل الفرق راح تتفادى ملعب براقي من اجل الانصار، لان كل لاحظنا واش صار في ملعب براقي على هامش لقاء شباب بلوزداد نادي سان داونز، يعني الجمهور تقريبا دخل في الشوط الثاني. انا نظن هذا راح يمد صوره سلبيه للملعب براقي بالنسبه للمناصر الجزائري. اما فيما يخص اللاعب اللقاء في ملعب 5 جويلية احسن شيء، حتى ملعب 5 جويلية شهد كل افراح الانديه الجزائريه. وعلى سبيل المثال اخر تتويج في 2002 يعني نحو كاس العرب، ولكن كان على مستوى الافريقي شباب القبائل. منذ ذلك الوقت ملعب 5 جويلية ما شهدناش تتويج، لان نظن ان ملعب 5 جويلية تعود عليه الانصار اتحاد العاصمه. واحسن شيء انا نشاهده اليوم مع اطلاق بيع التذاكر، يعني تقريبا فيه صعوبه للولوج، فيه كل التذاكر تقريبا راح تنفذ اليوم. هذا لونغومو تاع لي سيبورتور ما يقدر يكون غير في ملعب 5 جويلية. نعم. ميلود عمر تحدث عن نقطة مهمة هي مباراة سان داونز مع شباب بلوزداد. إدارة شباب بلوزداد قررت نقل المباراة بعدما تنقلت إلى عنابة، عودة ولاة إلى ملعب براقي بعد الرحيل عن ملعب 5 جويلية. ربما هذا الأمر سمح للمنافس لتطبيق طريقة لاعبه واللاعب بكل أريحية في هذا الملعب. شوف رضوان ما نكذبوش على شوف يعني إدارة الاتحاد ربما استخلصت هذا الدرس. شوف رضوان ما نكذبوش على روحتين، انا تكلمت مع الشيخ علي قبل ما ندخلوا في البلاطو هذا، اللي تعرف باللي الفريق تاعك كيفاش يلعب، الطريقه تاع الفريق تاعك كيفاش يلعب. فريق شباب بلوزداد تحب ولا تكره يلعبوا مع سان داونز احسن فريق في افريقيا دي براتيكي ان بو فوتبول. ما تقدرش تديه لتيانا وين بيلوز تاعو الله الله، حتى وليت مقابله شغل تطبيقيه. اللي يقدر ديه وين يكون عنده ان هانديكاب، نديه سان جويي ولا بيلو شويه ما يقدرش يبني. نظن الاتحاد راه متفطن للامر هذا. فريق الاتحاد ماهوش فريق اللي يبني مليح، فريق الاتحاد اللي يركز بوكو بليس على لي بالاريتي سي دي كونتر. دونك نظن الشيخ بن شيخه متفطن للامر هذا، بلي هذا الفريق يبراتيك ان بو فوتبول، ما لازمش ندير بيلوز وين تسهلوا المأموريه. دونك في سان جويي ترونكيل وين المقابلات كامل ربحوهم في لو تيران هذا. نظن باللي احسن خيار داوها اداره الاتحاد. نعم. واش رايك علي بن شيخ في قرار عدم التنقل الى براقي والبقاء في 5 جويلية؟ شوف تكلم على بين براقي وسان جوي. بون سان جوي سي توت اون استوار اللي فيه، هذا عنده تاريخ كبير في الكره الجزائريه، ولكن كي دير المقارنه بين سان جوي وبراقي في لابولوز، نهضر على لابولوز تاع براقي بور لو مومون اللي او توب. دونك حنايا اليوم عندنا هذاك الملعب وعندنا هاد الملاعب، انا ليا اوني لي ميور اون افريك في لي ستاد. مام سارتان بي دون الموند ما عندهمش هاد الملاعب، تروح لامريك دو سيد كاين اللي ما عندهمش هاد الملاعب، فهمت؟ دونك حنا رانا الحمد لله في هذه مسؤولين داروا المجهودات وعندنا ملاعب في القمه. ولكن هادو تاع البروبليم تاع لي سيبورتور اللي يتنقلوا وكذا، il faut attendre peut-être l'année prochaine. خاطر سمعنا سارتان ريسبونسابل يقول لك باسكو سي فري كي ان بروبليم، ما ينجمش يكون الباركينغ داخل غلطه صارت ولا جو سي.
مي رايحين يحلوا هذا المشكل. نهار يحلوا هذا المشكل يولي الشعب ينجم يتنقل لي سبورتور بكرارسهم كيما كاع لي ستاد في العالم. نقول لك بلي الستاد يقعد في القمه، اللي في القمه سان بليزير دو جوي في برقي كي تشوف داير قدام اللعاب، تقول راك في لونجلتير داير كاع قدام اللعاب مع هذيك لابولوز. الا اللي يلعب فوتبال يتمنى يلعب في ملعب كيما هذاك، ولا ملعب اللي راح يوجد تاع تيزي عندنا لي ستاد في القمه. اليوم مام سان جوي يقولوا رايحين يغلقوه هكذا، يولي كاع سي ان بليزير دو جوي فيه. مي بور لو مومون ايزون شوازي سان جوي سي لا ميور سوليسيون. الاشكال كذلك علي بن شيخ يتمثل في الحضور الجماهيري. ملعب بالراقي حوالي 40,000 مناصر كأقصى حد، يعني 5 جويلية يمنح الفرصة لحضور أكبر عدد جماهيري، خاصة وأنه أنصار اتحاد العاصمة اليوم يشتكون كاين بزاف يلقاو صعوبات في شراء التذكرة من الموقع بسبب الطلب الكثير ليس فقط من أنصار الاتحاد بل من أنصار كل الأندية الأخرى. بور لو سان جوي نعم. لو سان جوي يعطيو لهم كوطا يبيعوه كيما هم داروا في لي كلوب في الشامبيونا، يعطيو لهم ان كوطا مش عارف شحال 20,000 ولا مش عارف باش يتباع. سكي سير رايح يتعمر، هذه رسمي رايح يفوت 60,000. انا ليا ممكن 60 65 يكون في الملعب. ولكن انا نظن سي بون شوز تاع هذه تاع الانترنت وكذايا، و سي بون شوز اوسي دافوار كونستروي دي ستاد يا 40,000. ممكن انا نقول لك ممكن بزاف كاع، لان السيبورتر اليوم تغير، سوني بلو لو سيبورتر دافون. سيبورتر ليك سان جوي كي يرفد 60 70,000 سي مانيفيك، ولكن سيبورتر كي يخلص الماتش يكسر كاع يريب لك الستاد، يكسر كاع الكراسه، تولي تقول له خير درت 20,000 خير سوا علاش تكسر. نعم. ما عجبكش الماتش ولا خرج روح زعف عندك دي مانير تزعف فيهم بلا ما تكسر. نعم. فهمني. ان شاء الله من القدام الناس تفهم هذا الشيء هذا. ان شاء الله. انا النقطه اللي حبيت نتكلم عليها فيما يخص منصه التذكيرات هي امر اكيد ايجابي، ولكن النقطه اللي انا شخصيا نشوف انها سلبيه هي ان باش تشري تذكره كان في السابق يطلبوا لك رقم البطاقه التعريف الوطنيه، يعني تكون تذكره شخصيه، ولكن مؤخرا استغناوا على هذا الشرط، ما ولاش شرط ضروري حتى تشري التذكره، وهذا فتح المجال لسوق سوداء موازيه، يعني اضحى اي واحد يقدر يشري تذاكر، وهذا اللي خلق يعني سخط لدى المناصرين. تقريبا ليس من الضروري يكون شخص واحد يشري تذكره. انا في السابق نظن ان لابد نخلوا الفكره ان كل شخص حان الآن وقت صلاة العشاء بتوقيت الجزائر العاصمة وضواحيها. قابلت نصف نهائي مثلا امام اساك ميموزا، قبل دخول الملعب كان فيه العديد من الاشخاص يبيعوا تذاكر بدون اسماء، وهذا امر نظن يشكل عائق. نعم. ميلود شرايك انصار الاتحاد الكثير منهم يجد يعني صعوبات في اقتناء تذاكر من منصه تذكرتي. رضوان انا نفضل ما قبل كي لعبنا النهائيات كي كنت لاعب في اتحاد العاصمه كانوا يعطيوا بعض حوالي 20 30 الف للفريق يبيعوا يعني في ملعب بولوغين، يعني من الاحسن تكون هكذا خير. فوالا دونك عندك 30,000 ولا تمدها في بولوغين الانصار تما تاع الاتحاد، والتذاكر اللي بقات تبيعها في الانترنت ولا كاين ناس من كافه القطر الجزائري يحبوا يحضروا الاتحاد وكذا. انا من الافضل يكون هكذا، تكون يعني طريقه يعني تساعد الناس كامل. بالعودة إلى التشكيلة والأمور الفنية، لاعبو الاتحاد الرسالة وصلت، رسالة المدرب عبد الحق بن شيخة للاعبين بعد تحقيق الفوز في دار السلام. نستمع لما قاله كل من الحارس بن بوط، كذلك الحارس زيماموش والمدافع أردواني. المباراة مازالت كما قلت، احنا بقات لنا 90 دقيقة لازم نمدوا اللي علينا باه نفرحوا الشعب تاعنا ان شاء الله. نظن ماشي 20% مازالت لنا 50% مازالت كاينه مقابلة في الجزائر. نظن مازال مقابلة، مازال 90 دقيقة ان شاء الله نكونوا مركزين
لازم ما نتغرش بالنتيجه هذه. تقدر تقول مازال ما درنا والو، درنا غير الخطوه الاولى تاع لا فينال. مازال ان شاء الله باش نزيدو نلحقوا ان شاء الله الريزلت دوزيام. راح يكون عندنا افونتاج، راح نلعبوا امام انصار تاعنا وراح نلعبوا في بلادنا ان شاء الله. كما قلت لك نزربوا نرجعوا ان شاء الله ريكيبيريو بيان باش نكونوا اون فورم ان شاء الله في النهار هذاك. ان شاء الله لازم ندخلوا بنفس العزيمه تاع المقابلات اللي جازوا، لازم نفس التحدي نفس العزيمه، لانه مازال ما رفدناش الكاس. رانا فزنا في لقاء الذهاب، مازال 90 دقيقه اللي لازم نكونوا واجدين بالنسبه 100% ان شاء الله، وان شاء الله لما لا نحققوا النجمه هذه. بالاضافه لي اللي بالك كما يقول لك عندي 20 سنه وانا نلعب ما حققتش التاج الافريقي. 20 سنة لم أحقق التاج الإفريقي، كان هذا تصريح محمد أمين زماموش الحارس المخضرم في اتحاد العاصمة. كما سلفت ميلود جديات لاعبو اتحاد العاصمة وصلتهم رسالة المدرب عبد الحق بن شيخة. الجميع اتفق أن التاج لم يضمن بعد، وأنه لا شيء تحقق، خاصة وأن سيناريو مباراة بوريسيا دورتموند في الدورية الألمانية البوندسليغا في الأذهان. الأمور ليست متطابقة، هناك يعني تغير في هذه البوندسليغا، والآن لعبوا كأس الكونفدرالية، لكن نفس السيناريو نفس الكابوس. أتمنى أسرة اتحاد العاصمة تفاديها. نظن باللي دابري لي ديكلاراسيون تاع لي جوار راهم يعني واعيين بالمسؤوليه. رضوان عمرك ما يعني ما تفيتي كيما يقول لك مقابله قبل ما تلعبها، ولا تتويج تاع كاس كيما هذه قبل ما تلعب مقابله. نظن راهم فاهمين وراهم واعيين، حتى المدرب اللي عنده الخبره يعني باش يوعي اللاعبين تاعو. ما كاين دي جوار كيما زيماموش اللي عنده خبره في الميادين، فاني راح يكون له الفضل باش يتكلم مع اللاعبين هذو، باسكو اغلبيتهم كاين لاعبين بالك اول نهائي يلعبوا. نظن باللي راح تكون يعني بيناتهم نقاشات باش يكونوا ان شاء الله واجدين هالمقابله. هذا الشيء اللي نتمناه حنايا كجزائريين وكمناصرين لهذا الفريق، وان شاء الله احنا نتمناهم يكونوا في احلى مستوى تاعهم، لاخاطش المقابله راح تكون صعيبه كثير. عمر، المدرب عبد الحق بن شيخة تفطن الى هذا الامر مباشره بعد نهايه المباراه. الاحتفالات في غرف تغيير الملابس بملعب المنافس في تنزانيا في الفندق، اجتمع مع لاعبيه، طالبهم بنسيان مباراة الذهاب والتركيز على لقاء العودة. والرسالة كما سمعنا صريحات لاعبي الاتحاد وصلت جيدا للجميع. بالضبط، وللجميع نزيد نذكر صار لحقتهم الرسالة، يعني ما كان احتفالات مباشرة بعد نهاية اللقاء، ولكن يعني الجمهور الجزائري عاش خيبات مؤخرا، يعني خدا العبرة تقريبا بلا ما نعاودوا نذكروا السيناريوهات اللي فاتت. ولكن احسن شيء ان المناصر ولا حتى اللاعبين ينتظروا، يعني بقى 3 ايام 4 ايام لقب لاول مره راح يكون في تاريخ النادي، وهذا شحال كما قال زماموش تقريبا 20 سنه هو كلاعب ينتظروا هذا التتويج. انا نظن هذا الشيء كان ممكن يكون له تاثير لو اللاعبين مثلا ما دخلوش في تربص مغلق، كان ممكن يبقاو تكلم ميلود على الدعوات واكدت عليها الاخ رضوان فيما يخص الشان، يعني تجنبنا الكارثه والحمد لله استخلصنا الدرس. انا نظن ان اللاعبين واعيين، وكاين حتى مثلا لاحظنا الحارس بن بوطلي، هنا لاحظنا مثلا ان الخبره اللي كسبها في لقاء شبيبه القبائل امام الرجاء البيضاوي في اخر نهائي الكاس ظهرت في لقاء الذهاب. يعني كاين لاعبين مع هما شبان ولكن بتاطير لاعبين، يعني الله يبارك دي كادر. انا نظن ما كاش خوف على اللاعبين، والطاقم الفني راح يسهر على انهم ما يوقعوش في الخطا. يا شوف قبيله انت قلت خايفين يتصرى لهم، راك تقول لي راك تفكر بيسر تفكر سينو علاش كتب كلش ما كتبت والو جوست ما كتبت والو، كتبت لك ليكزومبل تاع الكلاب اللي راك تقصد فيهم. تكلمت على ما تصرى لهمش كيما دورتموند، فرق خالف بين دورتموند وليسما. دورتموند بريميرمون دخلوا باش يديروا لافيت او ترونس، داروا بلي لادفيرسير مايانس اللي مكلاسي ما يلعب على والو ضمن البقاء. الور لو كان خموا بوكو بلوس على الريزولتا كانت دورتموند ما تهاجمش برك تدي لو تيتر، فهمني؟ ولا تهاجم وممكن حقروا لادفيرسير، ممكن حقروا لادفيرسير اللي دخلوا يقول لك نسيو نماركو باش لافات تكون كبيره. هنا لا هنا لوسما لو كان يقعد للور بركا وقاعد ياسين جعلوها وقاعد للور. لوسما دا الكاس مام تماركي له 1-0 ويقعد لوسما دات الكاس عندها دوبل افونتاج على وصاير في دورتموند، فرق كبير. هنا ما على الا لي جوار يركزوا
pour ne pas encaisser, surtout pour ne pas encaisser de but. Ça, c'est la première chose à mettre dans sa tête. المدرب ما يتماركي ما نسي ندير بارتو باش نغلق لهم نكسر لهم لو جو تاعهم. من بعد انا جو في دو ماركي ان بيت ولا باش نزيد نقضي عليهم تاع الصح. مي فرق بين دورتموند والاخر. من خلال نبقى معك علي بن شيخ، من خلال كتبتها نعم من خلال تصريحات عبد الحق بن شيخة تظهر حنكة وخبرة هذا المدرب، يعني مباشرة ملم بجميع الأمور قبل أثناء وبعد المباريات، مباشرة يعني اجتمع مع لاعبيه وطالبهم بنسيان كل شيء. هذا شيء واضح يا رضوان يا أخي العزيز. علاش قلت لك واحد اللي يلعب فوتبول ماشي سي با ان جيني، جاز على هذا الشيء، جاز عليك، عاش وضعيات مماثلة، عاشها بيان سور. تربح اليوم ربحت لالي فينال سي لالي، خلاص دوكا نفرحوا بيناتنا مومو ساعه نقصروا نزهاو وكذا، ومن بعد خلاص مازال ما ربحناش كما قلت، مازال لحقنا العين وما نشربوش. خلاص دوكا يفو سو كونسونطري بور لا فينال تاع الصح. التما ماشي غير نزهاو نهبلوا كاع، مي بور لو مومون يفو سو كونسونطري، مازال ما ربحتش. علاش نقولوا انا الكاس داوه، انا ليا اللي اسمه خلاص داوه، مي يفو كو لي جوار سو كونسونطر اي سورغانيز كيما لازمها ويكونوا توجور حرين مي انتيليجامون. باسكو كاين بزاف اللي واحد شي اللي جاوز عندهم زوج دقائق للفوتبول يقول لك ان فينال سا سو غان سا جو با، سي فو. ان فينال سا سو جو اي سا سو غان، بلا لعب ما تربحش، ما كاش منها. نعم عمر، ليس لفتحي الجراح، لكن ليس فقط سيناريو دورتموند من في الأذهان، حتى سيناريو المنتخب الوطني. كنا حققنا الفوز في الكاميرون وبعدها في لقاء العودة هناك، حتى من بعض اللاعبين كانوا خارج القائمة نزلوا إلى أرضية الميدان للاحتفال، وفي الثواني الأخيرة للأسف حدث ما لم يكن في الحسبان. على كرة القدم علمتنا بأنه ما دام حكم المباراة لم يعلن أو لم يطلق صافرة النهاية كل شيء ممكن. بالضبط، كل شيء ممكن. ونعاود نكرر كلامك، حتى أن هذا السيناريو يعني عاشوه كل الجزائريين، يعني حتى الأنصار استخلصوا العبرة. أنا نظن أن النهائي فيه خصوصية أنك مسجل هدفين، وهذا راح يخلي حتى الفريق المنافس يهاجم. لما يهاجم الفريق المنافس راح يخلي فراغات في الدفاع تقدر تستغلها، لأنه يكفي تسجل هدف تقريبا فزت بالنهائي. لهذا نظن أن المأمورية صعبة وفي نفس الوقت سهلة، يعني فيها ميلونج. لأنه مثلا اتحاد العاصمة في ملعب 5 جويلية لما يشوفوا لو باركور من دور المجموعات حتى النهائي فاز بكل اللقاءات، ودائما كان حاضر يعني في كرة ثابتة، بوسليو، رضواني، يعني كل لاعبين عندهم دي روبير والفوا هذا النوع المقابلات. يبقى النهائي نسيروه يعني كمجموعة يسيروه، وان شاء الله تكون نتيجة إيجابية. نحكيو الآن ميلود، حسبك على خطة اللعب راح تكون دفاعية هجومية؟ ما نظنش شيخ بن شيخة يلعب دفاعيا. انا نظن راح يهاجم، نظن ولازم عليه يهاجم باش يقتل المقابله. ما يخفالاش كنت نتكلم مع عمر، تكلمت معاه المقابله تاع الفريق الوطني مع فريق كاميرون، والكلام اللي قالوا الشيخ علي قال لك فينال تتلعب وتتربح. ما يخفالكش باللي احنا في مقابله الكاميرون ما لعبناش. كي تشوف الخطه اللي لعبنا بها، ربحنا 1-0 في الذهاب، لعبنا ب5 مدافعين ودو ريكيبيراتور مع 2 زاتاكون اللي ما كانوش في ظهرهم، صافي دير 9 جوار إليميني. ما لعبناش وكرينا بوكو دوكازيون. يا ما صب الله كنا لعبنا في مقابله الكاميرون، كنا نقضيو على المقابله فلا، علاش نخليو حتى نعيشوا على الاعصاب حتى الدقائق الاخرين. نظن هذا الشيء اللي لازم ما يطيحوش فيه اتحاد العاصمه، ولا شو يصير باللي المدرب يلعب بخطه هجوميه، لانه لازم يسجل باش يفوز بالكاس هذه، لازم يسجل ويقتل المقابله من اودي بار كما يقولوا. قلت لك السمانه اللي فاتت قبل الماتش في هذا البلاطو هذا، فهمت واش قلت لك؟ قلت لك يكونوا بريزون سور لو بلون ديفونسيف، سور لو دويل ماركاج، يكونوا هذا. بعد واش قلت لك كي يكون عندهم بالون قلت لك لازم يلعبوا فوتبول، باسكو بور كريي دي زوكازيون دو بيت يفو جوي او فوتبول، يفو كريي دي فاز دو جو. فهمني؟ اللي فاز دو جو شكون يديرهم؟ سي اللاعبين. وترمو كي ترمي في السماء وتريح من اللور،
راك دير الضغط على لا ديفونس تاعك وتعطي تونكوراجي لادفيرسير. وشيخ علي ما يخفى لك، اسمح لي قاطعت لك كلامك، ما يخفى لكش باللي فريق الخصم عندهم لاعبين اللي يلعبوا مليح كره قدم، يلعبوا مليح، والفريق الخصم ما عنده ما يخسر. كمان المهاجم مايلي اللي سجل في الذهاب راه يتوعد انا من جيل 25 باش نسجل. الاخر دوان لا لينداتاك تاعهم كامل يلعبوا كره قدم يعني حديثه وقصيره، نظن ما عندهم ما يخسروا، يعني يجوا يلعبوا لو تو بور لو تو. نظن باللي المقابله تكون صعبه على لاعبي الاتحاد انهم يقتلوا المقابله او ديبار باش ما يقعدوش يستناو في هما شوف ليسما نقول لك يلعبوا دو لا ميم مانيير كو لالي، كيف يقعد من اللور يعس كي يكون عنده لادفيرسير، كي يروح له البالون اوبليجي دو جوي او بالون اسيي دو ماركي دي بيت، باسكو في الدماغ انت كي نسجل هدف لادفيرسير يفشل يخمم يقول لك لازم لي ثلاثه باش نولي ديجا راك صرعته، فهمني؟ تهاجم وترونس نو تهاجمهم هكذا شغل كورديون، فهمني؟ يفو با ليسي دو فيد اونتر لي لين بالدفاع والوسط والهجوم، باسكو 3 جوار القدام ما لكمش يكون الفراغ لي زيسباس يكونوا متحدين، لي تريونغل يكونوا واجدين، سي ا بارتير دو لا تريكيبير فيت بور جوي او بالون، باسكو اني قلت لك عندهم دفاع ناقص. تسجل لهم هدف عارف بلي لو كان يسمى تسجل هدف واحد ينجموا يربحوا حتى بثلاثه ان شاء الله. يسجلوا برك هدف. نتحدث عمر عن الضغط كما قال ميلود، المنافس راح يتنقل الى 5 جويليه بدون اي ضغط، ما عنده حتى حاجه يخسرها، خسر في لقاء العوده. اذا لاعبي الاتحاد هم اللي راح يشعروا بنوع من الضغط. كيف يتم التعامل مع وضعيه مماثله؟ بالضبط، انا الامر ممكن اللي نقدر نجاوب على السؤال انا خديناه في لقاء الذهاب في الندوه الصحفيه لعبد الحق بن شيخه لما تكلم على نقطه مهمه. انا ممكن خبرتي متواضعه لاول مره نسمع مدرب ما يجيبش الاسباب قبل بدايه اللقاء، تكلم اننا لا يجب التحجج بالمناخ، نحن كلنا افارقه. هنا تظهر شخصيه الفريق من شخصيه المدرب، وهذا راح يكون ممكن يقدر يخليهم يسيروا الضغط لانه اعطى لهم شخصيه انكم الافضل. وهذا انا نظن مشكله لاعب جزائري في السابق كانت اكثر من هذه النيه، دائما يدخل على اساس انه ممكن يخسر، هو اعطى لهم شخصيه البطل، وهذه شخصيه البطل تقدر تخليك الضغط نوعا ما تقدر تسيره، وخاصه لو تسجل في بدايه اللقاء. لان الفريق يونغ افريكانز لو لاحظوه يعني في كل لقاءاته سواء لما تاهل او اللقاء النهائي في الذهاب، يعني لديه خط دفاع يعني ممكن انك تسجل عليه، حتى ان المهاجم اكيد يعني يمكن يجي منه الخطر، ولكن لو تكون انت تلعب كما قال الشيخ علي يعني اون اكورديون، انا نظن انك ما حش تخلي له فراغات، ما تخليلوش مساحات، المشكل اللي ان شاء الله ما نوقعوش فيها كاتحاد العاصمه انك تاخذ هدف في البدايه، لو تتلقى هدف ممكن يدخل لك الشك، وهذا راح يكون صعب. مشاهدينا فاصل اشاري قصير ونواصل حصتنا بحول الله. الوطني العموري جديات والزميل الصحفي عمر بودي. كنا نتحدث علي بن شيخ قبل الورقة الإشعارية عن تشكيلة اتحاد العاصمة، عن خطة اتحاد العاصمة. خلال لقاء الذهاب بتنزانيا المدرب عبد الحق بن شيخة كان قد أجرى عدة تغييرات، من بينها الدفع بمريلي مكان اللاعب زواري، كذلك الدفع ببوسليو أساسيا في المباراة عوض اللاعب مزيان اللي يملك خبرة وتجربة. يعني أجرى عدة تغييرات، وكانت التغييرات هذه يعني أتت أكلها. تغييرات المدرب كي دار هاد التغييرات عنده أسباب، وعلى عارف بلي ممكن هاد اللاعبين متحضرين الماتش اللي لهيها يمدوا أكثر سور لو بلان با اوفونسيف بوتيتر، مي سور لو بلان ريكوبيراسيون سور لو بلان ديفونسيف راح يعاونوا الفريق كثير، فهمني؟ وخلى الاخرين يقول لك ممكن نسجل سور اون بالاريتي، ممكن نسجل الور كو كريا و با مال دوكازيون دو بيت. هذه ما تنقش باللي مزيان رومبلاسون تسمى هادو احسن، لا، مزيان عنده دو كروند كاليتي، لو كان يعرف كيفاش يستعملهم، هو نتكلم على اللاعب كان يعرف ويستعملهم ينجم يدير لا ديفيرونس في المقابلات تاع السبت، لان لا ديفونس ضعيفه، مازال ما كاين شي حوايج ما نجمش نقولهم هنا في التلفزيون، سي تكنيك لو كان يستعملهم يفرا لا ديفيرونس. نعم. يدير خاطرش عنده دي كاليتي. نعم. ميلود جديات بوسليو
المتألق في المباريات الأخيرة، مرشح للمواصلة أساسيا خلال لقاء الإياب أمام يونغ أفريكانز. ماذا يحدث مع اللاعب مزيان؟ يملك يعني إمكانيات لا بأس بها، لكنه غير محظوظ في الآونة الأخيرة. لم يلعب في لقاء أمام ميموزا، لم يلعب كذلك في لقاء الذهاب. ماذا يحدث لهذا اللاعب؟ رضوان كما قال لك شيخ علي، رغم الامكانيات تاعو، ولكن يعني الطريقه اللي يلعب بها ماهوش يعني يستفاد من الامكانيات تاعو. راهو يلعب يعني ان جو نيجاتيف، صافي يدير القوه تاعو موالف مزيان، يروح يبروفوكي جوار، يروح ماهوش يديرها درك. حاليا كره القدم، منطقه كره القدم ما يقول لك ما يتكلمش يتكلم بالارقام. في الاونه الاخيره مزيان راه خارج الاطار صراحه، يعني ماهوش مزيان اللي تعرفوا القوه تاعو. والمشكل انه يعني في المكان تاعو لاعب اللي راهو في احسن مستوى تاعو، اللي راهو في كل مقابله يمد لك لا ديفيرونس، على غرار هو ولا مريني هذوما. يعني التغييرات اللي دارهم بلجيكا جاوا بالثمار تاعهم. انا بوكو بليس مريني، انا نظن باللي بارابول زواري ستان جوار كوستو وفيزيكمون مليح، نظن باللي اللي كان يساعدوا في مقابله تاع الذهاب، بالك يتساعدوا احسن من زواري. وعلى غرار مزيان، نظن باللي مزيان كان عاد ديجا في الاونه الاخيره ماهوش في المستوى المطلوب، وعاود ولا من اصابه، نظن ما يقدرش يغامر به. والهدف الاول سجلوا مريلي، قيمه ثابته قيمه ثابته ولاعب ممتاز، ولكن نتكلموا على الاداء تاعو في الاونه الاخيره اللي ماهوش في المستوى تاعو صراحه اخ رضوان. والتغييرات اللي عملهم بن شيخه نظن باللي اتوا بالثمار تاعهم. شيخ علي مريني سجل الهدف الثاني، وبسليو عطى له التمريره الثانيه، نظن باللي كل يتسمى ما كاش اللي راح يتكلم على التغيير هذا ولا راح ينتقد بن شيخ. نعم، حكينا على عمر، حكينا على لاعب مزيان، نتمناو يعاود يولي الى لمستواه ان شاء الله. نحكيو الان على المهاجم محيوس، مهاجم عاش يعني فتره صعبه جدا بعد نهايه الشان وفي المباريات الاخيره مع اتحاد العاصمه. الان سجل في لقاء الذهاب ومنتظر منه الكثير خلال لقاء العوده لقياده الاتحاد للظفر بهذه النجمه. بالضبط، محيوس فك العقده في لقاء الذهاب، وكان هذا الامر يعني ضروري، لان اللاعب المشكل ان اللاعب محيوس في البدايه كان عنده تاثير في تاهل اتحاد العاصمه، يعني في تقريبا في كل دور كان سجل امام لوبوبو، سجل حتى امام كارا يونايتد يعني في لقاءات التصفويه، ولكن مر بمرحله فراغ. والمهاجم لما يمر بمرحله فراغ خاصه يعني مع المناصرين في الجزائر يعني يكون ضغط اضافي ما وقع له في الشان. انا نظن رغم ان عبد الحميد شيخ تكلم معاه وكان عطى له نصائح، ولكن ما قدرش يتجاوزها. ودليل شاهدناه الفرحه اللي كانت المحيوس لما سجل الهدف. انا نظن فك العقده. اما فيما يخص التغييرات اخ رضوان، يعني النقطه السلبيه الوحيده اللي نظن ان في لقاء الذهاب هي غياب بنزازه اللي كان له دور مهم في وسط الميدان. انا نظن ان غياب بنزازه راح يكون ما نقولش عائق، ولكن ياثر شويه على توازن وسط الميدان، لوجود التوازن تاعو مع اسامه شيتا كوم سونتينال، وايضا بنزازه ومريلي. ممكن راح هنا التغييرات ممكن راح يعتمد عبد الحق مشيح على عامل الخبره. لاعب مثل اكرم جحنيت اللي لعب بالنهائي وفاز بنهائي رابطه الابطال ممكن يكون له دور. زواري ايضا بالخبره تاعو. انا نظن وسط الميدان هو اللي راح يكون الشغل الشاغل للطاقم الفني في الايام الاخيره. بنزازه معاقب راح يكون غايب. دوماج باسكو هذاك اللاعب دار سيتي المير اوم يسمع دار كلا الوسط، كلاه الوسط، سي ميليو تيران اللي دار الدور تاعو كيما يلزم الحال. سي دوماج كو ما يلعبش. ولكن تكلمت انت على ياسر رضوان تضحك على محيوز. دوكا محيوز تكلموش فوتبول. محيوز لازم تعرفوا بلي واش الدور تاع محيوز، كيفاش محيوز يلعب. محيوز تسناه تعطي له كره ويراوغ لك واحد اثنين نحيها قطعها. محيوز لازم يزيد يخدم ان بو بلوس البلاسمون ديالو في لا سيرفاس، لازم يولي شاسور دو بوت. ومع اللاعبين سواء صحاب الوسط ولا لي كوتي لازم يحطوا له الكره وين لازم. لا فورس دو محيوز الي لا في الراس وفي الفيزيك. فهمني فرق مع جوار صغير هكذايا ويلعب في الارض، ما ينجمش يدير هذاك الدور محيوز. كيما هاد الجوار ما ينجمش يدير الدور تاع محيوز. دونك يفو ليتيليزي في لي سونتر في لي روتري، حطهم له الله ويلفو باش هو يجي يسجل. فهمني عطي له كورس وين راح يضرب. هذه لا فورس تاعو.
ما تنجموش تحكموا عليه حوايج اللي خاطئهم، فهمني؟ ما تنجموش، كل واحد يتفارق مع الاخر تاعو. نعم. ميلود جدياد، من غير خالد بوسلي واللاعبين في اتحاد العاصمه لفتوا الانباه تاعك في الاونه الاخيره بمردودهم بامكانياتهم. نظن تكلمنا على بن زازا، انا نعتبره احسن لاعب في اتحاد العاصمه، يعني قيمه ثابته، اداء يعني ثابت، كل مقابله من احسن لاعبين في المقابله. اسامه شيتا فاني اللي عاود يعني استرجع الامكانيات تاعو في الاونه الاخيره وراه يلعب بطريقه يعني جيده. المهاجم محيوس هذا ماغري، يعني كما قال لك شيخ علي ماهوش جوار بوكو بليس تكنيك ولا كذا، ولكن يعني قيمه ثابته، يخدم، يتحسوا باللي يتعب، يشمخ تريكو، والقوه تاعو كما قال لك يليق يلعبوا له على القوه تاعو، يعني لاعب اللي يلعب براسيات كذا. نظن باللي حتى رضواني اللي راه في الاونه الاخيره فاني في المستوى، الحارس بن بوط، نظن باللي هذوما اللي راهم يعني قيمه ثابته يعني في الاتحاد. نعم. نصيحه للاعبين قبل هذا النهائي؟ نصيحة واحدة، أنهم يعيشوا أجواء المقابلة من الناحية التقنية، يخليوا كل شيء اللي يخرجهم من المقابلة، عندهم 90 دقيقة، بعد 90 دقيقة يديروا واش يحبوا من حقهم. نعم. من بين الأمور التي تخرج اللاعبين حتى ولو دخلوا في تربص مغلق، عمر، وسائل التواصل الاجتماعي. بالضبط، وهذا هي الميزة اللي مؤخرا في السنوات الأخيرة أضحت يعني تفرض نفسها مع اللاعبين، يعني باش تمنعهم ما يكونوش متواجدين في مواقع التواصل الاجتماعي. نظن انه صعب، ولكن التقليل خاصه فيما يخص يعني الطاقه السلبيه، يعني ما لازمش يقراو تعليقات، ما لازمش، خاصه ما نظنش انها تكون تعليقات سلبيه، ولكن رغم ذلك الابتعاد كل البعد، يعني 3 ايام. ممكن النقطه الايجابيه اللي كاين في هذا النهائي ان الفارق بين لقاء الذهاب ولقاء الاياب موش بعيد، يعني تقريبا اسبوع تقدر تسير مرحله اسبوع. اما فيما يخص ممكن تدخل بسيط فيما يخص التشكيله واللي فرضت نفسها، انا نظن ان سير اتحاد العاصمه في هذه المنافسه الافريقيه والمجموعه، يعني ما كاش لاعب اللي فرض نفسه اكثر من لاعبين اخرين، ولكن مجموعه كمجموعه قدر يكون عبد الحق بن شيخه مجموعه قويه. ورغم ذلك كاين دي جوار اللي فرضوا نفسهم. انا مثلا دفاعيا نظن ان لاعب مثل ادم عليلات وفي السن صغير يعني يقدر يفرض نفسه مع بالعيد، ممكن كل الانظار متجهه لبالعيد، ولكن لاعب ايضا مثل عليلات او اسامه شيتا في وسط الميدان، يعني عبد الحق بن شيخه قدر يستعمل لاعبين اللي كانوا بين قوسين مهمشين، قدر يخرج منهم طاقه ايجابيه، وهذه ظهرت النتيجه تاعها. دارهم اون كونفيونس، عرف لا فالور تاع اللاعبين هادو، دارهم في الثقه. قلت له واش من نصيحه يا سردوان؟ شوف، النصيحه اللي تنجم اي لاعب او كان لاعب تلعب فينال كوب دافريك ولا كوب دالجيري، مي هذيك كاس افريقيا، الفرحه اللي لازم شاك جوار يديرها في راسه. انا لاعب ندخل للملعب، الفرحه ما نخممش كي نديها، الفرحه لازم نفرح في الملعب، ندير الدور تاعي، نزعه، جو مي في بليزير، نلعب ستاد يزعيط وانني ندير الرول ديالي كيما يلزم، تدير الرول تاعو، نديرو كاع لو رول تاعنا او سيرفيس دو كوليكتيف. هذه فرحه، خاطرش انا نلعبوا مليح، غدوه تحبس فوتبول يعاودوا يوريو، عاود توري الماتش نشوفوا كي كنا نلعبوا، تشوف بلي كنت تلعب في كره القدم. هذا هو اللي يخليك تدي الكاس باش تكمل تبرولونجي الفرحه ابري الماتش. هذا هو التسير يا سي رضوان. نفتحوا الان على افتح قوس، افتح طاقه كاع، نفتح قوس فقط ميلود جديات، وقوس المنتخب الوطني. يعني الان لاعبي اتحاد العاصمه حابين يضربوا عصفورين بحجر واحد، من جهه ان شاء الله التتويج بهذه الكاس، ومن جهه اخرى لفت انباه الناخب الوطني لما لا تواجد في تربص شهر جوان الداخل بعد حوالي 12 و13 يوما، علما أنه لاعب واحد فقط محلي يتواجد حاليا في المنتخب، أو تواجد في التربص الأخير. يتعلق الأمر بالعد بالعد، يعني الحلم هنا حلم التتويج، وإن شاء الله طرق أبواب المنتخب حلم شرعي بالنسبة للاعبي الاتحاد. رضوان، جميع جوار يلعب كرة القدم الحلم تاعو الأول هو الفريق الوطني. معليش نكمل لك سؤال لو سمحت. تفضل. والمنتخب الوطني ما عندوش يعني استحقاقات ومباريات مهمه، نلعبوا مع منتخب اوغندا في 18 في الكاميرون، التصفيات حسمت، المنتخب تاهل الى كاس افريقيا بالكوت ديفوار، وكذلك عندنا مباراه
مع منتخب تونس يوم 20 من جوان في عنابة. عدة لاعبي المنتخب حاليا الأول راهم يعانيوا من نقص منافسة، كاين اللي عندهم مشاكل إصابات وغيرها. والله قلت لك جماعة، أي لاعب يعني الحلم تاعو الأول هو أنه يلحق للفريق الوطني، وهذا حلم مشروع، والحلم هذا يجي بالعمل والانضباط وكل شيء. وكما تكلمت على الفريق الوطني ما كانش يعني فترة يعني سهلة باش تسيي فيها لاعبين بالك اللي يلبهوا النظر تاعك كما الفترة هذه. فريق راهو متأهل، مقابلات يعني مع زوج فرق يعني نقدروا نقولوا ضعاف. نظن باللي هذه فرصة يعني باللاعبين هذوما ان شاء الله باش بوركوا با ان شاء الله يكونوا زوج ولا ثلاثة من المحليين ان شاء الله في التشكيلة هذه تاع بالماضي. هي فرصة كذلك عمر ربما للنخب الوطني بالتواجد في ملعب 5 جويلية لرؤية اللقاء، لتشجيع ربما اللاعبين ولو عن بعد، يعني تواجد ناخب وطني في مباراة مماثلة يحفز اللاعبين أو أحد من أعضاء الطاقم الفني، لما لا؟ بالضبط. بالإضافة إلى حلم التواجد في المنتخب الوطني فيه أيضا لفت أنظار أندية أوروبية، لأن لقاء نهائي كأس إفريقيا راح يكون أكيد منقول في قنوات أجنبية، وأنا نظن أن عدة لاعبين عندهم طموح أنهم يحترفوا في خارج الوطن. احسن لقاء ولا ميور فيترين هي نهائي كاس افريقيا. اما فيما يخص المنتخب الوطني انا نظن ان عده لاعبين ممكن راح يطرقوا ابواب المنتخب الوطني، ممكن الاداء في النهائي عفوا العوده راح يكون له تاثير، ولكن ممكن تدخل ايضا معطيات اخرى. نعم. ميلود نعاود نولي لك، ربما المنتخب الوطني بالنسبه للاعبين المحليين ليس في الوقت الراهن في الاونه الاخيره فقط، بل على مدار السنوات الاخيره نقطة سوداء بالنسبة للاعب المحلي، حتى ولو كنت تملك من الإمكانيات التي تبهر بها الجميع وتقدم مستويات رائعة، لكن المنتخب الوطني في 10 أو 15 سنة أخيرة صعب المنال للاعبين المحليين. صعب المنال، ولكن ما يخفالكش ونضربوا هنا مثل بميلود جديات ما كانتش، ولكن ما كانتش انا في ليبوك تاعنا كنا 7 ولا 8 ولا لاعبين محليين، على غير راحوا سليمان، كان الموشيه خالد، كان ناسم سرير، قواوي، كان شريف عبد السلام، كانوا لاعبين يعني شويه. حاليا لا، ولاعب واحد تقراف نظن شغل عيب. بلا ما نقصوا باللي اللاعب المحلي راهو امكانيات جد ضعيفه يعني. حاليا لاعب واحد فقط. والله ما من البطوله المحليه ما عندناش دي جوال اللي فريمون كي تشوفهم زعما فريمون تسمى سيرار قليل، ولكن في الاونه الاخيره نظن ضعف كبير في اللاعب المحلي. وشوف انت تكلمت باسكو سي فينال كوب دو لاكاف ممكن جوار يروح ليكيب ناسيونال. انا ليا ما عندها حتى مهمه. لا، المردود في جميع المباريات ليس فقط في النهائي. انت تكلمت على هذه النهايه، علاش؟ لو كان باش هكذا كنا نتكلموا عليها عندها 6 شهور، عندها هكذا سوا ما تنجمش تروح ليكيب ناسيونال معنى الكلمات، باسكو كي تروح ليكيب ناسيونال باش تلعب ولا تروح باش تسخن الكرسي وتطلع تريبين، يفو تريح في الكلوب ديالك خير. علاش نقول هكذا؟ باسكو يفو تو طولون دو لاني في كاع السنه تكون في قمه انت كلاعب ديفونسور ولا اتاكون، كل واحد في البوست تاعو تكون في المستوى. الناس كي تشوف المقابله ولا المقابلات كاع تشوف بلي فلان توجور اون بروغريسيون، توجور في المستوى. هما يبداو يهضروا قال كيف هذا ما يروحش ليكيب ناسيونال، وكي تروح ليكيب ناسيونال ومثال ما تلعبش، هو الشعب يبدا يهضر عليك خاطرش راك في المستوى في الشامبيونا، راك تبرهن باللي الباب تاعك راه يطبطب الفوق، فهمني؟ مي حنا ما نجموش، حنا ولينا الفوتبال كيفاش ولاو يتكلموا الناس، ها هو فلان ولا غراو دار ماتش زوج ولا غير ملاح ليكيب ناسيونال. ليكيب ناسيونال ماشي راح تشري عند الخباز اعطيني خبزه ولا، ليكيب ناسيونال لازم تبروفي اي ريستي توجور في المستوى. وكي تلعب كاناتيك ممكن خونا عمر عنده الحق واش قال لك دوكا ممكن فينال يجيو يشوفوا لي زيترونجي يشوفوا ولا لي ماناجر ولا، بصح خويا ولا يجي ماناجر يديك في فريق في اوروبا في حومه ما تقبلش تروح باسكو تعاود تولي للدار. لا سي با سيريو، لازم تخدم باش تضرب الفوق. هذا هو المستوى اخي، ما نضربش انا باش غير نروح بلا نقطع البحر باش نلعب في حومه ونعاود نجيب تي كلوب صغير ونعاود ندخل ولا لا اخي، نخبطوا الفوق.
هكذا اللي الفوتبول يكون. علاش حنا ما كاش لاعبين ان شامبيونا باراي ما ينجمش يخلي لك لاباط تكون خارجه، لان سون اون تران ديتروير لاباط. او نيفو سينيور رانا نشوفوا لو نيفو باين واضح، ماشي قال ما هذا واش كاين، ما تنجمش تلعب الفوق تحتوي كاينه مي بون الله غالب. الله غالب. الحديث متواصل دائما عن النهائية. عمر انت بن حي شعبي تابع فريق اتحاد العاصمة، قريب من المناصرين، يعني تعيش لحظة بلحظة هذا الفريق. منين حي شعبي؟ قلنا منين؟ نعم قولوا منين. باب الواد. قلنا باب الواد حي شعبي، كاع شعبي، قصبة، باب الواد، سلطارة، بيلكور، كاع بالبلاد. والاجواء كانت في كل هذه الاحياء. كيفاش راكم تعيشوا هذه الساعات او هذه الايام؟ لا صراحة الأجواء يعني أنا شخصيا ممكن عشتها فقط شوية في 2015، ولكن هذه السنة كان عندها تأثير كبير. أنا لأول مرة شفت ناس كبار درفوا الدموع، يعني بكاو بعد تسجيل هدف ثاني. تحس أن فيه ضغط، وأنا قلتها للأصدقاء أن ممكن هذه لافينال تكون أن تورنو في ليستوار دو لوسما، يعني لا قدر الله اون ديفات تصرى المناصر ما يتقبلهاش. وفي نفس الوقت لو يكون فيه اول تتويج افريقي في تاريخ النادي ممكن يفتح ابواب ان النادي يقدر يكبر. انا نظن الانصار في الاحياء الشعبيه راهم كما عودونا يعني في اجواء اخويه، وفي حتى كل الانديه العاصميه تقريبا راهي تشجع اتحاد الجزائر وليس فقط اتحاد العاصمه. شوفوا يعني بعض اللقطات ميلود جديات مع الزميل حمزه سلمي لانصار اتحاد العاصمه بسوسطارة وهم يتابعون لقاء الذهاب أمام يونغ أفريكانز، وكيف تفاعلوا مع هدف محيوس، كذلك هدف مريلي، والفوز ككل بعد نهاية المباراة. العاصمة ليس فقط العاصمة بل حتى الأحياء المجاورة، عدة مدن تعيش على وقع هذا النهائي، ولا حديث وسط المناصرين إلا عن التتويج بحول الله. هم كذلك مثل المدرب عبد الحق بن شيخة ومثل اللاعبين الرسالة وصلتهم بأن الفريق لم يضمن البقاء بعد، ويجب يعني التركيز حتى النهاية، حتى لقاء الإياب للظفر بهذه النجمة التي طال انتظارها. كذلك مولود جديات تعرف مليح أسرة اتحاد العاصمة، عشت معهم أوقات مميزة، لعبت 3 مواسم في هذا الفريق وكنت قريب من المناصرين. ضمن انصار الفريق العاصمه معروفين، اتحاد العاصمه معروفين الوفاء تاعهم الفريق تاعهم، حتى الجاليري اللي يديروها في الفينال. نظن هذه الكاس هذه اللي ناقصه الخزينه تاع فريق اتحاد العاصمه، واللي راهي نقدروا نقولوا في المتناول على بعض كما يقول لك 3 ولا 4 ايام. نظن الناس كامل راهي مجنه ان شاء الله باش لازم كان كامل يكون عندهم دور كبير، حتى الانصار اللي لازم يكون عندهم دور كبير طيله 90 دقيقه باش يساندوا الفريق هذا الشاب، باش ينقصوا عليه شويه الضغط. ما يخفالكش الضغط راح يكون صعيب على اللاعبين، وان شاء الله من المقابله ان شاء الله نفرحوا ويفرحوا كالشعب الجزائري ان شاء الله. نعم. حتى علي بن شيخ يعني يعرف مليح الاجواء بين المناصرين لما كان لاعب، لما كان مدرب، لاعب مع المنتخب الوطني، مع مولوديه الجزائر. يعني الملح تاع كره القدم والملح تاع الفرق هي الانصار تاع الفرق. أنصار اتحاد العاصمة يعيشون على وقع هذا النهائي ويحلمون بهذه النجمة. علي بن شيخ والله قبل ما نتكلم لك على الأنصار، شكون اللي يلحق الأنصار يوليو مأمنين وفرحانين لورسكو تيجو فوتبول ودير دي ريزولتا. كل شيء يبدا بالملعب، كي يكونوا لي ريزولتا نيجاتيف يوليو الناس ما يجيوش يقول لك واش فوتبول. علاش حنا نتكلموا بلي يفو براتيكي دو بو فوتبول. وهذه اللي يسمى راك شفت من الماتش بدات الثقه. ملي جا بن شيخه تغيرت اللي يسمى، كانت اللي يسمى حللنا هنايا كانوا ما يشفيتش ارمي ونرمي، ولاو يحطوا كمان كرات تحس بلي كاين نظام وبود مش سي با شحال عنده دوكا 3 موا ولا 4 موا عاود عجن هذا الفريق. لازم له بلوس دو طون باش تزيد اونكور تتحسن اكثر. دوكا لي سيبورتور حنا من اليوم لا فينال هذه انا ما نقولش غير لي سيبورتور تاع لوسما، باسكو هنا يفو تو الموند دوا سيبورتو لوسما. باب الواد فيها لوسما، فيها مولوديه، فيها جياسكا، فيها ان بو تو. في الجزائر كاع الملعب سان جوي ان شاء الله يكون بلان، وكاع هذاك النهار كاع لوسما، كاع لوسما كاع، باسكو سي سا كونسير لالجيري. فهمني؟ دونك نستمع لبعض التصريحات بعدها. هذا غير ميطون لعبناه،
مازال دوزيام يطون في بلادنا، نحطوا رجلينا في الارض، ما نفرحوش، مازال المعركه ما خلاصتش، نجيبوها لله. الشعب راهو موراكم، الجيش راهو موراكم، وانتم رجال نحرقوا السطاد، نريبوه السطاد، هذه ندوها ونهدوها لبزاف عباد توفوا وما شافوهاش، نهدوها بزاف عباد امراض في السبيطارات وما شافوهاش، هذه ديالنا باذن الله. واحنا مازال ما نقولوش ديناها ان شاء الله في الروتور، ان شاء الله في الروتور نطرطقوا السطاد ان شاء الله نطرطقوا السطاد، وكيما دير لي شامبيونا سبحه هذه مول هذه دينا وحده بدينا هذه مول هذه كوب داجير دينا وحده جات سبحه، وان شاء الله هذه تجي سبحه ان شاء الله، ان شاء الله تجي سبحه. الله يرحم حموده يا الجوار انتم رجال يا الجوار. جو لا ديدي à tous les malades راهم من وراهم المقبلين ما يعيطوا لنا باش يسكتوا على اليوم. اسمعوا واش دارت اليوم لا كوبا لو 3 وان شاء الله لازم نكونوا اون فورس ويرحم باباكم يد في اليد. سي لا بروميير ايطوال قبل ما نموتوا هذا ما كان. وهذه رانا نستناو فيها مده سنين وعلى بالنا بلي ربي ان شاء الله باذن الله ربي راح يكتبها لنا وما نساوش ما نساوش نديوها لبن حموده نكافئوا على جالها وفيفا لياسما بن حموده ربي يرحمه بن حموده ربي يرحمه بن حموده ربي يرحمه. الحمد لله ربحنا اخو الحمد لله عندنا بزاف وحنا نستناو فيها وهذه هي حبتنا هي اللي حبتنا نحن إن شاء الله هذه الكاسمير والجديات ستكون من نصيب اتحاد العاصمة باش يفرح مناصرو الاتحاد، يعني حلم طال انتظاره بالنسبة لأسرة النادي. والله ما يخفى لك، شوف هكذا كما يقول لك شيوخ هكذا يذرفوا الدموع، نظن حاجة يعني فريمون يعني لحمك يشوك. نظن هذا واش قال لك شي خالي، هذا واش كيكون الفريق يعني في احسن الاحوال تاعو كيكونوا لاعبين يقدموا اداء. شوف ناس يعني تشقى وتبكي وناس كبار، ونظن هذا هو الحلاوه تاع كره القدم. على اللاعبين يعني يتحلوا بالمسؤوليه هذه، بانه 90 دقيقه ما لازمش يخيبوا المناصرين هذوما الاوفياء تاع الفريق اللي راهم يتمنوا في الكاس هذه. بالك كاين ناس حياتهم كامل هما يتسناو في هذا اللقب. ان شاء الله نتمنوا الفرحه هذه تدوم واللاعبين يكونوا في المستوى ان شاء الله ويأدوا مقابله في القمه اللي تبقى لهم في التاريخ تاعهم. كل ما يعني يتفكروا هذه المقابله يعني يتمنوا يشوفوها نتيجه واداء ان شاء الله. عمر صراحة لما تشوف هذه الصور أنا ممكن نحكي لك أنكدوت صغيرة يعني كيف حبيت نعيش نهائي الذهاب. تخيل أخي رضوان أني مع أخي زهير وأخي نبيل انتقلنا، بدينا اللقاء في سوسطارة، كملنا الشوط الأول في باب الواد وكملنا اللقاء في بن عكنون، يعني حبينا نعيشوا مع الأنصار. وهذه الصور كانت تتكرر في كل مكان. وحتى الحاجه اللي عجبتني ان كانوا مناصرين من كل الانديه، يعني كانوا مولود الجزائر، كانوا نصر حسين داش، شباب بلوزداد، يعني تحس ان الكل حب يفرح. يعني ما شفناش فرحه في الانديه هذه اللي تغير، يعني كل البطوله الوطنيه وكل الملايير اللي تصرف ولا لقب. انا كما قلت منذ 2014 حتى وفاق سطيف، يعني 9 سنوات ولا لقب لي. يعني صراحه ان شاء الله يوم السبت هاد الانصار يفرحوا ان شاء الله. كي وريتو هذه نورمالمون هنا تفهم علاش بن شيخه يزولهم داهم سيدي موسى. ايماجين لاعبين هكذا مع الجوار، واحد يجبد منه واحد فهمت؟ دونك يلا بيان فيد لي وباش تشوف كذلك سحر كرة القدم علي بن شيخ والاجواء، اجواء الفرحه، اجواء حماسيه. للاسف هذه الاجواء قلما نشاهدها في الجزائر بسبب كل ما يحدث في كرتنا المريضه. انا والله ما نتكلمش على الكوتي نيجاتيف لان حلفت ما نزيدش نتكلم على هذا الشيء. تكلمت عندي 10 سنوات امور ما حبش تغير صافي دو ريفوك ساريس كوم سا، دوك ما نتكلمش انا على هذا الشيء هذا. نتكلم لك برك فريق كي يلعب كرة القدم مليح ويربح، الشعب يفرح، المريض ينسى المرض تاعو، الزوالي ينسى، يوليد العشيه داخل يدخل بطاح الولاد والمرتو، الور كو في الايامات اللي مقبل ما يخممش كاع يدخلها. كري اي واحد عنده مشاكل ينساهم في هذوك لي مومون كاع. الفرحه تسبق كل شيء، وهذه باللعب كره القدم. باقي الاخر ما نزيدش نتكلم عليه. نعم، نتمنى حظ موفق اذا
الاتحاد العاصمة في ختام هذا الموضوع الأول ميلود جديد. بالتوفيق، نتمنى له التوفيق ان شاء الله، يكونوا في يومهم يوم السبت ان شاء الله. وانا رساله نوجهها للاعبين ما ينساوش باللي الشعب الجزائري كامل راه موراهم ان شاء الله، ان شاء الله لازم يكونوا في المستوى ان شاء الله باش ما يخيبوش هذا نعم الشعب اللي راه يستنى في النهائي هذا. نعم تفضل. بالضبط، انا نظن ان الجميع على بالهم باللي راهم مع موعد مع التاريخ وعندهم فرصه مثاليه حتى يكتبوا اسمهم باحرف من ذهب في تاريخ نادي اتحاد العاصمه. نعم. علي بن شيخ. راك مليح. نعم الحمد لله. هذه بلا ما عندنا من واش قالوا الحباب كلام صواب. لا بريمير ممكن ان شاء الله سي لا بريمير كوب افريكان اللي تديها لجسمها، وان شاء الله هذه تفتح لهم طريق المستقبل ان شاء الله. لي جوار يعني يدخلوا في التاريخ لان يوليو الوسطاف يدخلوا في التاريخ بلي هما لي برومي اللي جابوا هذا لو تيتر. انا نظن لي جوار يفو سو كونسونطري بور لو ماتش، ما لازمش ديروا كونسونطري فو باش تلعبوا كره كما يلزم الحال، وهذيك الكره اللي تلعبوها مليح هي اللي تجيب لكم الكاس والفرحه. إن شاء الله النجمة تكون من نصيب اتحاد العاصمة. الموضوع الثاني والأخير يتعلق بوفاق سطيف بعد الجيل. الحدث في سطيف في الساعات الماضية كان مع تنقل كبار مسؤولي شركة سونالغاز لترسيم الأمور مع وفاق سطيف لتولي زمام الأمور في هذا الفريق العريق. البشرى إذن كانت كبيرة وسرا لكل عشاق النادي السطيفي بعد سنوات عجاف، بعد سنوات من الأزمات خاصة المالية. شركة سوناتراك ميلود جديات تقرر شراء كل أسهم وفاق سطيف، هذا الفريق الذي قضيت معه 3 مواسم، توجت معه بعدة ألقاب. الأمور تسير في الطريق الصحيح حسب ما أدلى به المدير العام لشركة سونالغاز مراد عجال. قال إن هذه هي الشركة عندها مشروع مع وفاق سطيف وعندها يعني أهداف مع وفاق سطيف، تصر على رحيل كل المساهمين الحاليين، قدوم أو تنصيب طاقم إداري جديد يتولى زمام الأمور في هذا الفريق. الأمور لم ترسم بعد، لكن في الشهر المقبل بحول الله سيتم ترسيمها وتتولى شركة سوناتراك إذن زمام الأمور في الوفاق. نستمع لما قاله الرئيس المدير العام لشركة سونالغاز مراد عجال متحدثا عن قدوم الشركة لتولي أو لرئاسة وفاق سطيف وقيادته إلى عودة مجددا إلى الساحة القارية والمحلية. وبالتالي اليوم العملية كما تطرقت إليه يعني مسبقا تسير في ظروف جد حسنة يعني، وتكلمت قلت إن شاء الله يعني العملية سوف تختتم في شهر جوان، لأنه يعني ما بقاش يعني الكثير والأمور راح ننتهي منها نهائيا. فيما يخص يعني سونالغاز مش راح تضخ أموال، سونالغاز سوف تصبح المالك لوفاق سطيف. احنا سونالغاز تحافظ على المال العام، وبالتالي هناك تسيير، هناك إدارة، هناك مجلس إدارة، هناك جمعية عامة راح يحرصوا على أنه يكون تسيير جيد لوفاق سطيف. كذلك تحدث المدير العام لشركة سونالغاز مراد عجال عن أهداف الشركة مع وفاق سطيف وقال في هذا التصريح: أما فيما يخص المشاريع حقيقة سونالغاز جاية أولا للنهوض بالفريق من جديد، يعني خاصة في مجال يعني حصد الألقاب، لأنه في وفاق سطيف وفاق ألقاب. ثانيا لتكوين لاعبين، لأنه كما تطرقت ليه يعني مسبقا
سطيف ولاده فيما يخص لاعبين كره القدم، يعني انجبت الكثير وما زالت تنجب. يعني شفتوا اللاعب عندكم الاهلي قندوسي او زرقان او يعني عده لاعبين هم خارجين يعني من وفاق سطيف. ميلود جديد، استمعنا لتصريحات المدير العام لسونا الغاز، هي بشرى ساره لانصار الوفاق. نصير ما يخفالكش رانا في واحد الوقت وصلنا له كرة قدم يعني كل شيء مبني على الأموال. نظن شركة كما هذه يعني تخلي الفريق يعني يكون في قيمة ثابتة. نظن باللي أحسن شيء يعني نظن، وخاصة أنهم يعني اقترحوا باش يشروا كامل الأسهم